المهم اتكلمنا واتفقنا في النهاية، ما فتحناش موضوع حلايب دي غير الكلمتين اللي بنملكوا دول، لدرجة ان قلت له حبينا نعكسك شوية فوديت لك سرية مظلات عشان نرفسكم، مش عاوز اقول حاجة. فانتوا اتخضيتم وحطيتوا دفاع جو على بور السودان، واللي ضحك عليكم قال لكم ده المصريين جايين يحتلوا بور السودان. انا بحتل بور السودان؟ كفايه الحدود اللي عندي، بعيش اللي عندي، مش ناقص اضيف حد عايشه كمان عليا. خليني يعني الحمل كده كويس قوي اللي هيك نقدر عليه، ما اناش مستعد ازوده. قال له والله يا اخي انا عاوز امسح الحدود دي باستيكه. قلت له ريحك. قلت له انت عندك كم واحد هناك؟ 800. قال لي وانتوا عندكم فرقه؟ قلت له والله اللي لك فرقه بتحكي انا حوالي 1100 1150 ما يزيدش عن كده. احنا عندنا اكتر من كده تقريبا حوالي يعني في العدد ده. قال لي دول بتوع حدود. قلت له، قال لي وانا عارف ان القائد هناك دفعه القائد بتاعهم. قلت له بياكلوا مع بعض واصحاب مع بعض، بس اطلعوا انتوا بره اللعبه وسيبوهم. ومشي على متفقين على ان 2 وزراء خارجيه يقعدوا مع بعض ويشوفوا ايه الحلول المتاحه. وطبعا الحلول فيش تنازل عن الارض، لان انا لا املك تنازل عن الارض. واحد بيقول لي بيسالني نزلت عن الارض؟ قلت له انا ما املكش، ده ملك الشعب، حاجه مش ملك اتنازل عنها ليه؟ ماشي اثبت.